هنبتدي مع بعض شابتر رقم 2. الشابتر دوت بيتكلم هنبدا ندخل بقى في العملي شويه، وهنبدا ندخل في شغل الحسابات اللي بجد. بس قبل ما ندخل شويه في الحسابات لازم تفهم بعض الحاجات النظريه. ما ينفعش انك تخش، هي اول محاضره بس اللي هي بتاعت النهارده 10 دقائق ربع ساعه بالكتير قوي، هنتكلم فيها عن شغل نظري، وبعد كده من المره الجايه بدايه من المره الجايه بس حاجات كده بلوكات. حتى هي بيقول لك ده بلوك لازم تعرفه في المحاسبه. انت راجل عشان تبقى داخل كارير حسابات لازم تكون عارف الحاجات دي. المحاسب بيعمل ايه؟ لو انا سالتك كده المحاسب فايدته ايه في الحياه؟ طبعا بعد ما انت سمعت الشابتر الاولاني المفروض تكون عارف المحاسب فايدته انه بيطلع معلومات لناس بره الشركه او لناس جوه الشركه، هي دي فايدته. فهو المحاسب بيعمل ايه؟ بيعمل ايدنتيفاي. اول حاجه بيعمل ايدنتيفاي، بيحدد اي معامله تجيله بيبدا يعمل لها ايدنتيفيكيشن، يحددها المعامله دي تتسجل ولا ما تتسجلش. هو في معاملات ممكن ما تتسجلش. انت واحد جه رئيس الشركه او المدير التنفيذي او السي او مضى عقد مع عميل، المعامله حدث اهو، يتسجل ولا ما يتسجلش؟ ما يتسجلش لانه لسه ما حصلش اي حاجه. هو اثر على الملكيه عندي، اثر على حقوق الملكيه، اثر على الاصول، اثر على الالتزامات، ما فيش اي حاجه انشأت. الا لو العقد ده بيلزمني بحاجه. لو بيلزمني بحاجه يبقى لازم يتسجل، انا عليا التزام للراجل ده. بس هو في الغالب ما بيلزمنيش، ما فيش عقد بيلزم بحد بحاجه غير لما بتنفذ حاجات معينه عشان تلتزم بيها. الاثنين بيلتزموا بحاجه، فدفع لك فلوس فتاثرت على الكاش فبالتالي انا بقيت ملتزم، وهكذا. فدي ايدنتيفاي، بيحدد الحاجه دي هتتسجل تبقى اسمها ترانزاكشن، مش هتتسجل تبقى اسمها ايفنت. يبقى هنا ايه؟ بس بحدد لو ايفنت مش هيتسجل، انما لو ترانزاكشن ده هيتسجل. احدد منين هو ايفنت ولا ترانزاكشن، اشوفه هياثر على حاجه من الخمس حسابات الاساسيه بتوعي، اصول، التزامات، حقوق ملكيه، ايراد، مصروف، هياثر على حاجه من الخمس حاجات دول، يبقى ترانزاكشن يتسجل. مش كده يبقى ايفنت مش هيتسجل. تاني حاجه بعمل ريكوردنج، بسجل ريكوردنج. انا خلاص ريكوردنج، حددت الحاجات اللي هتتسجل بسجلها بقى. بعمل هنا ريكورد وكلاسيفاي وبحدد، بنسق، بشوف بقى، بقوم مبوب اقول لك دي تتحط في المصاريف ودي تتحط في الاصول ودي تتحط مش عارف في حقوق الملكيه ودي ايرادات ودي مصاريف. بحدد ريكوردنج، بعمل ريكورد وكلاسيفاي وبعمل لها سمرايز كمان. يعني هنا بعمل 3 حاجات، 3 خطوات. بعمل ريكورد وكلاسيفاي، ببوبها وبعمل لها ايه كمان؟ وسمرايز، بلخصها. بعد ما بعمل ال3 خطوات دول يبقى انا كده سجلتها خلاص. وهنعرف ازاي بنسجل بالتفصيل الممل سواء على البرامج او سواء على الحسابات بشكل دفتري يعني. بس مش هناخد دفاتر زي الناس اللي بتقعد تقول لك انا بشرح لك محاسبه دفتريه. مفيش حد بيشتغل دفاتر دلوقتي خالص. ما شفتش انا حد، ما دخلت الشركه لحد دلوقتي بقى لي 10 سنين ما شفتش حد بيشتغل خالص بالدفاتر. فاللي يقول لك انا بشتغل دفتري ايه؟ ما اعرفش انا ايه دفاتر ايه. الا بصراحه شركه فريده من نوعها واتحولت كمان خلاص، حولت لسيستماتيك يعني. فتالت حاجه ايه؟ بعد الريكوردنج بعمل كوميونيكيت. يعني بعمل كوميونيكيت، بعمل توصيل للمعلومات ديت، بوديها لمين؟ للستيك هولدرز، ذوي المصالح. اي ستيك هولدر، في انترنال وفي اكسترنال. يبقى انا كل الليله دي انا بحدد ايه اللي هيتسجل وبعد كده بسجله والخصه واظبطه واعمله، وبعد كده بعمل له كوميونيكيت. بعمل كوميونيكيت لمين؟ بعمل كوميونيكيت لمين؟ يبقى احنا ممكن نسيب دي كمان لانترنال يوزر واكسترنال يوزر، لناس جوه الشركه وناس بره الشركه، انترنال واكسترنال. مين انترنال؟ المديرين بقى، كل الادارات عندك. الماركتنج ممكن يقول لك انا عايز اعرف بعد اذن معاليك انا بيع، سعر لي التكلفه كام عشان اقدر احدد سعر بيع. ده بتاع الماركتنج. بتوع الاتش ار يقول لك ادينا بادجت ندفع، نقدر السنه دي ندفع قد ايه تدريب، ندي ريز للسالري، نزود المرتبات ب 10% ولا ب 15%. نعمل ايه؟ نعين كام واحد؟ نقدر نعين كام واحد كمحاسبه هيستفيدوا بالمعلومات اللي انت بتديها. الناس بتوع المديرين الكبار بقى يقول لك ايه القطاعات اللي بتكسب وايه القطاعات اللي بتخسر، ايه الفاليو ادد كوست وايه النون فاليو ادد كوست، ايه التكلفه اللي بتزود لي، اللي بتضيف لي قيمه، وايه التكلفه اللي ما بتضيفليش قيمه عشان ما اعملهاش. بتوع الفاينانس نوزع ارباح للملاك ولا ما نوزعش. كل دي اقسام بتاخد منك معلومات. دول اسمهم ايه؟ انترنال يوزر. ناس جوه الشركه، داخل الشركه. طب الاكسترنال يوزر مين؟ عندك الايجنسيز، الريجولاتوري ايجنسيز اللي هم مين؟ الشركات اللي هم مصلحه الضرائب.
الحكومه لما بتعوز منك اي ورق، المصلحه اللي بتقول لك مثلا عايز اعمل اتابع واحصاء، بتعد الشركات وتعد دي كسبت كام ودي خسرت كام ودي باعت بكام ودي كده معاملاتها. فعندك دول اكسترنال يوزر، الاثوريتيز. البنك ده اكسترنال، حاجه بره الشركه بتحتاج منك معلومات عشان تدي لك تسهيل ائتمان ولا ما تديلكش، تتعامل معاك ولا ما تتعاملش، تسيب لك فلوس وما تسيبلكش. العملاء، الموردين، الموظفين اللي اكسبكتد ان هم عايزين يجوا الشركه، المحللين الماليين عايزين دي كل ناس بتحتاج دي. الدارسين، الناس الريسيرشر، الباحثين، دول اكسترنال يوزرز. فانت بتعمل كوميونيكيت للاكسترنال في معلومات. طبعا مش كل المعلومات بتطلعها، ومش كل المعلومات كل المعلومات بتروح للانترنال يوزر عادي، بس مش كل المعلومات بتروح للاكسترنال. ما ينفعش انا اطلع معلومات بتاعت محاسب اداري واقوم اطلعها بره، لا، ده ما اطلعش انا المعلومات القيمه بتاعت الشركه لناس خارج الشركه. فهنا دي كده انا بعمل المعلومات ديت. طيب بعمل ايه تاني؟ في حاجه اسمها الاكاونتنج بلوكس، حاجات كده لازم تكون عارفها. يعني ما ينفعش انت تكون محاسب ومش عارف الاربع حاجات دول، لازم تكون عارف يعني ايه يعني ايه الحاجات اللي احنا هنقولها دلوقتي. اول حاجه لازم تكون عارفها الايثكس، ان انت لازم يكون عندك اخلاقيات مهنه. الايثكس، لان انت بيقابلك ايه؟ تلاقي نفسك الناس تيجي تسمع بقى في القواضي الكبيره بتاعت الشركات الضخمه اللي هم وقعوا في مشاكل، تلاقي واحد معاه سيرتيفيكت، معاه شهاده وراجل شغال وزي الفل، ويقول لك انت ليه سجلت عملت اوفر سيد الريفينيو وهو مش حقيقي؟ ليه زودت الايرادات وهي مش حقيقيه؟ ليه عملت كده؟ تيجي تساله تقول له كده، يقول لك اصل انا جالي ضغط من المدير بتاعي، جالي ضغط من الاكزيكتيف، جالي ضغط من البورد، من بورد اوف دايركتور، يعني اللي هم رؤساء مجلس الاداره، جالي ضغط. ايه ده؟ جالك ضغط من الناس دي تقوم عامل كده؟ فانت تسمع الناس. فانت لازم قبل ما تدرس محاسبه لازم تكون عارف الايثكس ديت، لان ممكن تاخد معلومات كتير تقوم جاي تكبر بيها، تخش شركات كبيره، تقوم بضغط من الناس تقوم جاي عامل ايه؟ تقول لهم ماشي يا باشا انا هعمل لك اللي انت عايزه، هزود لك الارباح السنه دي واظبطها لك. تظبط ايه؟ ما ينفعش الكلام ده. تعمل اوفر ستيد للكاش، للسيوله اللي معاك. نفس المشاكل بتحصل بسبب الايثكس. فانت لازم يكون عندك اخلاقيات مهنه. مفيش شهاده من اللي احنا كتبناهم في المره اللي فاتت لما احنا اتكلمنا على انواع الشهادات المهنيه وعرفنا انواعها ايه، مفيش شهاده بتاخدها من غير ما تكون دارس ايثكس. لازم تكون دارس اخلاقيات في ماده لوحدها كده في كل الشهادات، تلاقي دارس اخلاقيات المهنه. فبتمنعك ان انت تطلع اي معلومه بالغلط، تكتب تسجل اي معلومه غلط مش حقيقيه، تبقى بعيد عن المعايير، بحيث ان انت تزود الارباح، تقلل الدنيا اللي انت عايش بقى، تقلل ضرائب، الكلام ده كله. ففي لازم يكون عندك اخلاقيات المهنه. حتى كمان في انرون، لما احنا اتكلمنا في اول محاضره خالص عن انرون، لو انتوا فاكرين، بتاع اللي هي في سنه 2000 ووقعت البورصه الامريكيه والكلام ده، انرون ايه اللي حصل فيها؟ انرون قامت جايه موقعه بسبب الفساد الاداري اللي جواها اخلاقيات اهي، لدرجه ان هم عملوا حاجه اسمها سيربنس اوكسلي اكت، سوكس. نزل حاجه اسمها سوكس، سيربنس اوكسلي اكت، سوكس في 2002. مشهور جدا ده، لما انت تيجي تدرس اي حاجه هتلاقي بيقول لك سوكس 2002. سوكس ايه؟ سوكس 2002 ده اللي هو سيربنس اوكسلي اكت، ده قانون نزل من مجلس الشعب في امريكا، اللي هو مجلس الشيوخ تقريبا، نزل في امريكا. فقال لك ايه؟ قال لك ان دوت منع، عمل انترنال كنترول عالي جدا جوه الشركات، طالب الشركات المساهمه ان هي لازم تكون عندها انترنال كنترول عالي جدا، وطالب المراجعين ان هم يراجعوا على الانترنال، المراجعين الخارجيين ان هم يراجعوا على الحاجات اللي جوه الشركه ديت بشكل مفصل، ان هم يقعدوا يراجعوا كده، يعني يراجعوا كل حاجه. الانترنال كنترول، الرقابه الداخليه عامله ازاي عندكم؟ فيها هشه ولا الرقابه الداخليه قويه ومحدش يقدر يلعب في حاجه؟ فدي من ضمن الايثكس. الايثكس من الحاجات المهمه جدا اللي لازم تخلي بالك منها. الحاجات الثانيه الميجرمنت. القياس. انت لما بتيجي تقيس حاجه قدامك حاجه من اثنين، يا اما كوست او الهيستوريكال كوست، هيستوريكال يعني التكلفه التاريخيه، يا اما بالفير ماركت فاليو. فدي من ضمن الحاجات. القياس بتاعك لازم تكون عارف ان في ممكن اسجل حاجه بالتكلفه التاريخيه. انا اشتريتها بكام؟ اشتريت حته ارض ب 100,000 جنيه، فانا بسجلها ب 100,000 جنيه. طب الفير ماركت فاليو بتاعها ايه؟ ففي ميجر تاني اهو، ممكن اقيسها بالسوق، سعر السوق بتاعها عمال يتغير، عمال يطلع، عمال ينزل، عمال يطلع، عمال ينزل. انا بسجل بايه؟ فالطبيعي ان انا بسجل بالهيستوريكال كوست، بس دلوقتي بقى بيسمح لك ان انت تعرف تسجل بالفير ماركت فاليو في الاو سي اي، وتقفل الربح او الخساره فين؟ في الاو سي اي، في الاذر كومبريهنسيف انكم. لو انت فاكر لما جينا ندرس برضو الاو سي اي، قائمه الاذر كومبريهنسيف انكم. فدي برضو من الميجرمنت لازم تكون عارفها. لازم تكون عارف مين اللي بيحط المعايير. في عندك جاب امريكي، جنرالي اكسبتد اكاونتنج برنسبل. مين اللي بيحط الجاب ده؟ الفاسب الامريكي.
الفاز Financial Accounting Standard Board. وفي عندك معايير دوليه اسمها IFRS International Financial Reporting Standard. مين اللي بيحطها؟ IASB International Accounting Standard Board. هي هنا ASB بس Financial Accounting Standard Board، انما International Accounting Standard Board دول بيحطوا الاي اف ار اس المعايير الدوليه، دول في بريطانيا ودول في امريكا. دي معايير. في شركات بتشتغل بالمعايير الامريكيه بس جوه امريكا، وفي شركات كثيره جدا على مستوى العالم بتشتغل بالمعايير الاي اف ار اس دلوقتي زي ما اتكلمنا قبل كده، المعايير الدوليه. اخر حاجه لازم تعرفها هي الاسامبشنز. يعني احنا كده قلنا المعايير 3 4 الاسامبشن. بفترض بعض الحاجات كده. انا كمحاسب لازم افترض حاجتين، ان انا كل حاجه بتعرف تقيسها بالفلوس، رغم ان ده مش صحيح. انا بفترض كده لكن ده مش صحيح. وبفترض ان الشركه مفصوله تماما عن الملاك، لها كيان، لها وضع، لها بتطالب بحقها. يبقى انا بفترض ايكونوميك انتيتي، بفترض حاجتين. عندي ايكونوميك انتيتي للشركه، وعندي كمان مونيتري اسامبشن، فرضيه ان كل حاجه ممكن تتقاس بالنقديه بالفلوس. الاخلاق بتاعت البني ادمين بتتقاس بالفلوس، القيم بتتقاس بالفلوس ما بتتقاس، الخبره بتاعت الموظفين بتتقاس بالفلوس ما بتتقاس بالفلوس. ففي حاجات فعليا ما بتتقاس بالفلوس. واحد شغال عندك 10 سنين، هل تحط حاجه كده في قائمه في الميزانيه تقول لك انا عندي اصل ان عندي 20 واحد شغالين بقى لهم 10 سنين معايا مش هيمشوا؟ او الناس دي ما دي اصلا دي اصل، بس فعليا ما بيتسجلش. يبقى ما بي مش يبقى هنا انا بفترض ان كل حاجه بتتقاس بالفلوس لازم تتسجل، بس انا في الاعلان ما بسجلهاش. الايكونوميك انتيتي انا بفترض ان مفيش العربيه دي بتاعت الشركه مفيش واحد يستخدمها لمصلحته الشخصيه. هل ده بيحصل؟ هل الشركه فعلا لها كيان واقدر تطالب بحقوقها وتديها وتدفع اللي عليها الالتزام اللي عليها؟ فانا بفترض كل الحاجات دي علشان اقدر اتعامل مع الحسابات. يبقى احنا كده خدنا 4 حاجات. الاخلاقيات المهنه مهمه جدا. القياس ممكن اقيس بالهيستوريكال كوست وبالفير ماركت فاليو. عرفت ان في المعايير المشهوره على مستوى العالم معايير دوليه ومعايير امريكيه، الجاب الامريكي والاي اف ار اس. والاسامبشن الفرضيات عندي ايكونوميك انتيتي، ان في كيان اقتصادي موجود بيطالب بحقوقه وبيدفع الالتزامات اللي عليه. وفي مونيتري اسامبشن اللي هو بفترض ان كل حاجه بسجلها بتتقاس بالفلوس، وده فعلا مش حقيقي. لما تيجي انت تشوف كل حاجه بتتقاس ما بتتقاس بالفلوس. عندك بيت ممكن ما تعرفش تقيسه بالفلوس لان هو البيت ده عمرك ما هتبيعه ولا يعرف يتباع. فدي كده البلوكات الكبيره بتاعت المحاسبه. عمرك ما هتعرف تدرس محاسبه غير لما تكون عارف الحاجات دي. اشوفكم المره اللي جايه نتكلم بشكل عملي في المره اللي بدايه من المره اللي جايه ان شاء الله.